مسجد السيدة زينب في القاهرة هو أحد أكبر وأشهر مساجد القاهرة، وينسب إلى السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها، حفيدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقع المسجد في حي السيدة زينب، الذي أخذ اسمه من صاحبة المقام. تاريخ المسجد: لا يوجد تاريخ دقيق لبناء المسجد الحالي، لكن يروى أن أول بناء على قبرها كان في عام 85 وقد تم تجديد المسجد وتوسعته عدة مرات عبر التاريخ. تجديدات قديمة: تم تجديد المسجد في سنة 951 ميلادية، ثم أعاد تجديده الأمير عبد الرحمن كتخدة عام 1171 هجرية و70 هجرية و68 ميلادية. إعادة البناء الحديثة: في عام 1940 ميلادية قامت وزارة الأوقاف المصرية بهدم المسجد القديم تماماً وأقامت المسجد الموجود حالياً. توسعات لاحقة: في عام 1969 ضاعفت وزارة الأوقاف مساحة المسجد. التطوير الحديث: في عام 2024 تم افتتاح المسجد بعد أعمال ترميم وتطوير شاملة. وصف المسجد: يتكون المسجد من 7 أروقة موازية لجدار القبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة. في الجهة المقابلة لجدار القبلة يوجد ضريح السيدة زينب رضي الله عنها محاط بسياج. بعد التجديدات الأخيرة يتميز المسجد بما يلي: مساحة تبلغ 11792 متراً مربعاً، مئذنة بارتفاع 48 متراً، يتسع لأكثر من 11,000 مصل، يضم 220 عموداً من الرخام، و130 مشكاة، و100 نجفة. ساحة خارجية مكسوت بأجود أنواع الجرانيت. زيادة عدد الأبواب لتجنب التدافع. حوائط خارجية مكسوت بالحجر المزخرف. ضريح الشيخ العتريس والعيدروس في الساحة الخارجية. محراب رئيسي مكسو بأنفس أنواع الرخام، ومحفور عليه آيات قرآنية. حوائط داخلية تحولت إلى لوحات فنية خشبية ورخامية. عتابة مزخرفة، ومذهبة تعلو مدخل الضريح. مكانة المسجد: يحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة محبي آل البيت الذين يزورونه للتبرك والتعبير عن محبتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. يعتبر المسجد من أهم المزارات الإسلامية في مصر. أمل أن تكون هذه القصة الكاملة لمسجد السيدة زينب مفيدة لك. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى فلا تتردد في طرحها.